السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعيني الجمال. يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله كان اول يوم في بداية الترم التاني، ورجعنا تاني للمدرسة بالتوفيق يا رب وبالنجاح. فطبعا قلنا نحتفل بقى، خلصت الاجازة ورجعنا تاني للمدرسة، فقلنا نحتفل باليوم دوت ونعمل شوية فول بالطماطم كده. ان شاء الله هيعجبوكم بطريقة سهلة وبسيطة، وأتمنى انتوا تجربوهم. معايا كيس فول ب10 جنيه. الراجل طبعا متوصي بيا كده زي ما انتوا شايفين، والله متوصي بيا. ومعايا كام فص توم كده، حطوهم هنا على جنب. وكمان معايا 2 طماطم وواحد فلفل. ممكن احط فلفل حامي، بس طبعا نخلي بالنا، يعني لو عندنا ولاد صغيرين مش هيرضوا ياكلوا الشطة، يعني تبقى حامية عليهم. طبعا انا بحب اقطع كده اوام اوام. على ايدي كده هقطع الفلفل، وكمان هقطع الطماطم. وكان معايا بصلاية. طبعا ده اختياري، يعني لو عايزين تحطوا البصلاية حطوها، مش عايزينها خلاص. انا بصراحة مش عايزاها واستكفيت بالثوم. مش عاملين مقاطعة ولا حاجة مع البصل، لكن يعني حسيت ان انا مش عايزة اكل بصل في الفول النهاردة. لكن طبعا زي ما انتوا عايزين، يعني طبعا اذواق، يعني الاكل ده اذواق. طبعا عارفة اني ممكن الفيديو ده ما يشافش ومحدش هيعمل لي لايك، انا عارفة ولا اي حاجة. لكن انا كان ليا نفسي كده ان انا اعمل لكم الطاجن الفول ده، او الفول بالطماطم، علشان خاطر يعني ان شاء الله يعجبكم تجربوه، يعني ده اذا شفتوه يعني. ما علينا، هنعمل نحضر بقى الحاجة بتاعتنا. وعندي طبق الاخضر الجميل ده، فيه جرجير وفيه خضرة وفيه فلفل حامي برضو، ده لزوم تحابيش الفول يعني. هنيجي بقى على النار هنا في الطاسة او في اي حاجة اللي احنا هنعمل فيها الفول. هحط شوية زيت صغيرين، مش هحط كتير. وهحط فصين الثوم، ههرسهم وهنزلهم على الزيت. وبعد كده هستنى كده لما الثوم يصفر كده معايا. وبعد كده على طول هنزل بيه الفلفل. لو احنا بقى هنعمله بالبصل، المفروض ان احنا هنحمر البصل ده مكان، هنخرط البصلاية وبعد كده هنحطها مكان التوم. ولما البصلة تدبل كده شوية هحط التوم معاها، لان التوم ما بياخدش وقت زي البصل. وطبعا كلكم شاطرين وعارفين المعلومات القيمة دي. هحط بقى الفلفل وهقلبه كمان مع التوم. ومش قادرة اقول لكم على الريحة وجمال الريحة، والله. طبعا الفول بتاعنا دوت داخلين على رمضان بقى، وممكن كمان فطار يوم الجمعة. والله حلو قوي قوي قوي، ان شاء الله تجربوه. وبعد كده هروح هنزل على طول بالطماطم. وهحط، انا مش هحط اي توابل غير كمون، ده اساسي معايا في الفول والكرنب والحاجات اللي هي زي دي كده يعني. وهحط شوية ملح. عايزين فلفل حطوا فلفل، بس انا مش بحط فلفل. ممكن كمان احط شوية شطة زي ما انتوا عايزين يعني. ممكن كمان شوية كزبرة لو عايزين، بس انا هحط كزبرة خضرة قطعتها. ولو عايزين شبت وبقدونس كمان ممكن تحطوا خضرة مشكلة. حطيت الخضرة على طول، مش هقلبها، هنزل على طول بالفول علشان خاطر انا مش عايزة الخضرة بتاعتي كده تدبل وما يبقاش ليها ملامح في الفول. لا، انا عايزة لها يبقى ليها ملامح خضرة كده وباينة. بعد كده هحط الفول وهقلبه. وزي ما انتوا شايفين شوية فول زبدة زبدة الصراحة. هظبط بقى الملح بتاعي كده، هدوق وهشوف لو عايزين ملح تاني هحط. وبعد كده خلاص الفول جاهز. هقدمه بقى في طاجن علشان خاطر كده. يعني لما نقول ان احنا عاملين طاجن، فكرة طاجن دي برضو يعني تفتح النفس لوحدها. فطبعا ولادنا يجوا من المدرسة كده، عاملة اكل ايه يا ماما؟ عاملة لكم طاجن فول. فكلمة الطاجن لوحدها كده تفتح النفس على طول يعني. وزي ما انتوا عايزين برضو، يعني ممكن تحطوه في طبق برضو، مش يقول لا. وكده اصبح جاهز معايا، وبألف هنا وشفا. نقدمه بقى مع جرجير وفلفل
ولو في فجل ماشي، ورغيفين عيش. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو يكون عجبكم كده، وأوام أوام عملنا طاجن الفول.